السلام عليكم مشاهدي الكرام، أسعد الله مساءكم. نتمنى تكونوا في أحسن أحوالكم. إخواني أخواتي، ما تبخلوش على القناة باللايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. قيمتك عاد من غتجي دابا؟ غتجي عند امك؟ مرحبا بك، اجي عند امك. غنتلقى لك بالحليب والتمر. عطيت عهد نفسي حسن تلقى لك بالحليب والتمر. داك الحليب اللي عمر عينيك ما ذاقته. دخله غتكون مبروك 100 مبروك. انا ضربت عليك 100 هي كملت على ظهرك. ربي يحفظك الحبيبه ديالي، صيفطتي لي السوبر شات باش تفرحيني وما شفتهاش. ربي يحفظك ليا يا الغرضيه. سمحوا لي المتتبعين ديالي ما تتشوفونيش في هذا الاسلوب المضحك، ولكن اللي وصل لي العراضي نشرشمو. اللي وصل لا صافي، عطيت غير واحد 6 الناس. الشي اللي وصل لي العراضي ويوسخ لي عراضي تنوسخ له الماضي والمستقبل والحاضر. حيت عراضي نقى من عراضك العاهره يلي والده زنيات من كرشك. كي طرا لك حتى كتمشي ترغبي وطيحي على الرجلين باش يتزوج لك بها، كيحبلها لك وتيسمح لك فيها. ولا على هاد اللحم اللي كتاكلي اختك باش تصرفي على النسيب باش تصرفي على المخنوقه المزغبه اللي مشات. فإخواني أخواتي، النملة ملي كيبغي يعذبها الله كيدير لها جنحين، وهاد مريم فرعنات. هاد الناس طغاو الحب ديال الناس، وهذوك الجمهور اللي تابعهم قواهم، ولا كيتصحاب لهم هما دولة، ولا كيتصحابهم هما. ما كيتغلبوش، ولكن راه كاين الله، وهذا الشيء اللي كيديروا راه ما كيبغي لا الله لا العبد. وهذا الفيديو اللي شفنا دابا الإخوان والأخوات كيبين بأنها كانت معولة، يعني مع سبق الإصرار والترصد أنها تعدى على الخالة ديالتها. فصراحةً أنا ديك الخالة ديالتها ملي كانت كتشوفها كدير عليها فيديوهات بحال هاد الشكل، فكيبين أن السيدة من لغة الجسم ديالها ولغة الوجه، يعني التعابير تاع الوجه ديالها كتبان أن السيدة حاقدة، وأنها مستعدة ترتكب جريمة. فحتى أنها يعني كتخلع دايرة بحال شي مجرمة، ولات كتبان بحال أخطر المجرمين في هاد الفيديو، وهي كتكلم كيفاش أنها غتستقبل الخالة ديالتها بالتمر والحليب. ودابا راه التمر والحليب لقاتهم كيستقبلوه كيستقبلوها به في العرجات ولا ما عرفت فين، الله أعلم شنو سميت داك الحبس. فسخونة الراس كترجع بالبرودة. وهاد مريم بحال أمها كتقول لكم غادي يفرقها من اليوتيوب غير الحبس ولا القبر. وها هما إخوان الحبس هما كيتجروا ليه وحدة بوحدة. هاديك النهار أمها كتشجعها كتقول لها مال الحبس راني جبت منه باكي تاع الزبدة، شبعنا فيه غا فرماج وكومير وما نعرف شنو الله يستر. وهاديك النهار كتقول لك نعيمة كتشجعهم كتشجع ولادها، قالت لك هي كتاخذ الماندا، ما كياخدهاش الوزير من اليوتيوب، ما كياخدهاش واحد اللي حتى قرا، اللي قرا حتى شاب ليه راسو وحفا. وفعلا جاهلة أمية ربي عطاها. بنادم مني ربي كيعطيه كيتحلوا ليه العينين وكيولي كيفرعن وكيولي هو كيطغى على الناس اللي مساكن تحت منه. شفتوا شنو داروا في دمهم، فما بالك الناس الاخرين. هاد الناس راه ما فيهم خير، اللي ما فيه خير في امه ما فيه خير في خوتو. اش غينتظروا من هاد المشاهدين؟ انا ما عرفتش كيفاش ان الناس كيتعاطفوا مع هاد النماذج وكيكبروا لهم قنوات وكيدعموهم بالسوبر شات، وهما تلقاي هاد نعيمة البدوية احسن من هذيك السيده اللي كتصيفط لها السوبر شات ماديا. تلقايها غنى منها بدارها بذهبها باراضيها بطوموبيلاتها بكل شيء، ومع ذلك كيعاونوهم. الله اعلم شنو دايرين ليهم. ها هما دابا هاد القضيه غيتجر فيها حتى الطبيبه ولا الطبيب اللي دار شهاده طبيه مزوره، غادي يتجروا فيها الفرمليات، غادي يتجروا فيها بزاف ديال الناس. علاش؟ حيت نعيمه البدويه وتركتها داير لينا فوضى في اليوتيوب وفي المغرب وفي داك فاس. فنتمنى ان المسؤولين يتحركوا وضربوا بيد من حديد على هاد النماذج، وما نكرهش ان هاد القنوات يتسدوا، ان فعلا ولاو كيأديو لنا المجتمعات ديالنا، ولاو كيروجوا لعقوق الوالدين، العنف ضد الأصول، السعاية، المجموعة من الأمور التي لا تشرفنا كمغاربة. يعني ولات السعاية عادي عندهم، ولا العنف ضد الأصول عادي، السخط على الوالدين عادي للأسف. فإخواني أخواتي، كان هذا فيديو اليوم. باي باي عليكم، إلى فيديو آخر بإذن الله. ما تنساوش دعم القناة باللايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أحبكم في الله.